السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. من هو تاكيو ساهيرا الذي قفز باليابان وكان سر نهضتها؟ قصتنا لهذا اليوم هي حول تاكيو ساهيرا والنهضة التي أحدثها في اليابان. تاكيو ساهيرا هذا كان يفكر دائما ويكثر من التفكير فيما سر تقدم الغرب وتأخر الشرق، إلى أن اهتدى إلى أن المحرك والميكانيك هي سر تقدم الغرب، فقرر أن يذهب إلى الغرب للدراسة، وحصل على منحة دراسية من اليابان وذهب للدراسة لغرض دراسة الدكتوراه. هناك وصل إلى ألمانيا وكانوا يدرسونهم النظريات فقط، يدرسونهم النظريات لا غير، وكان ممنوع عليهم أن يطبقوا. كان تاكيو ساهيرا يريد أن يطبق مع الألمان، رفضوا، قالوا الأجانب لا يمكنهم أن يدرسوا إلا النظريات، أما العملي فليس لهم ذلك. قال وكان يحرص على أن يحصل على تطبيق في محرك، وسمع بعد ذلك على أن هناك حراج للمحركات المستخدمة في إيطاليا. انطلق وجمع ما عنده من مال، اشترى هذا المحرك، رجع به إلى سكنه، حاول يفك، كان يفك أي قطعة من المحرك من المحرك ويرسمها في ورق، وقد يستغرق رسم هذه القطعة يوما كاملا كما يقول. ثم بعد ذلك فكه وركبه، ثم فكه وركبه إلى أن أصبح متمرس عليه ومتقنا له. وبعد ذلك أخبر رئيس البعثة، ولما شغل المحرك واشتغل، وبعد أن فكه مرارا، عاد إلى رئيس البعثة اليابانية في ألمانيا، وقال له لقد اشتريت محركا فكفكته وركبته مرارا وشغلته ويشتغل معي تمام. قال له خلاص أنا بعطيك محرك معطل أصلحه لنا. أخذه تاكيو ساهيرا وفكفكه وأصلحه وشغله واشتغل. قال له رئيس البعثة أما الآن لازم أنك تصنع لنا محرك خالص، لابد أن تصنع لنا محرك من صنع يدك. قال بعد ذلك انطلق تاكيو ساهيرا إلى مصانع صهر الحديد والألمنيوم والنحاس، ولبس بدلة العمال، ويشتغل جنب العمال الألمان عامل ويخدمهم. قال كنت أخدمهم، أقدم لهم الأكل وأحرس نوبتي وأراجع الأفكار والمعلومات من أجل أن أصل إلى مرحلة صناعة ذلك المحرك. قال واستمريت على ذلك فترة 8 سنوات. 8 سنوات وهو واقف صاغر إلى جانب العمال المعادن في ألمانيا، رغم أنه من أسرة ساموراي، من أسرة ساموراي، والأسرة الساموراية هذه هي من أشراف وأعرق الأسر في اليابان. قال بعد ذلك مدة الفترة التي كان 8 سنوات وهو جوار العمال، يشتغل مع العمال، وكانت فترة عمله من 10 ساعات إلى 15 ساعة وهو شغال بجوارهم. المهم بعد ال8 سنوات هذه وتمكن من صناعة قطع الغيار وإلى آخر ذلك الكلام. قال سمع به ميكادو وهو إمبراطور اليابان، فقال له لابد أن يأتي إليه. قال لا يمكن أن أقابل إمبراطور اليابان إلا بعد أن أصنع مصنع كامل للمحركات. قال واستمر على الاجتهاد لصناعة مصنع للمحركات 9 سنوات، وبعد أن أصبح المصنع جاهز لصناعة المحركات أخذ 10 محركات وذهب بها إلى إمبراطور اليابان. وصل قال له هذه من صنع اليابان الخالص، وشغلها بين يدي الإمبراطور، فاشتغلت 10 المحركات. فقال الإمبراطور هذه أعظم أو أعذب معزوفة سمعتها في حياتي. تمام، قالوا هذه المحركات 100% يابانية، فأداروها فاشتغلت،
وابتسم الميكادو الذي هو إمبراطور اليابان وقال: هذه أعذب معزوفة سمعتها في حياتي. شفت كيف؟ وهو صوت المحركات اليابانية الخالصة. وهكذا قال تاكيو يعني تاكيو وهو يعني يشرح عن نفسه، قال: وهكذا ملكنا الموديول وهو سر قوة الغرب، نقلناه إلى اليابان ونقلنا اليابان إلى الغرب. يعني استطاع أن يجعل اليابان في مصاف الدول المتقدمة. وكما ترون الآن اليابان كل عام ولها موديلات فائقة وجميلة ورائعة، وما هو جميع الدول الصناعة اليابانية، ما هو جميع الدول ورغبة جميع الدول في الصناعة اليابانية. فانظر إلى ثقة هذا الشاب بذاته، تلك الثقة التي دفعته أن ينقل هذه التكنولوجيا المتقدمة بل ويطورها من أجل إفادة بلده. أين أبناءنا؟ أين من يبحثون عن تطوير بلدانهم؟ أين من يجتهدون في الصناعة، في الإبداع، في التكنولوجيا الحديثة، في نقل بلدانهم إلى مصاف الدول المتقدمة؟ شكرا جزيلا للجميع.